بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن الأحداث التي وقعت في شهر يناير في تاريخ مصر. وقبل الحديث عن هذه الأحداث لابد من عرض العناصر التي سوف يتم الحديث عنها، وهي حصار بغداد، سقوط حلب، وفاة سعيد باشا، تحويل جريدة الأهرام إلى جريدة يومية، ولاية عباس حلمي عرش مصر، قيام انتخابات حرة ونزيهة بعد الإفراج عن سعد زغلول، قيام حفل زفاف الملك فاروق على الملكة فريدة. الأحداث التي وقعت في شهر يناير من عام 1952 ميلاديا: تطويق قوات الاحتلال البريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية وسكانات بلوكات النظام، حريق القاهرة. وإننا الآن سوف نتحدث عن حصار بغداد، وسقوط حلب، ووفاة سعيد باشا، وتحويل الأهرام إلى جريدة يومية، وولاية عباس حلمي عرش مصر، وبقية العناصر في لقاء آخر بإذن الله. أولا، حصار بغداد. وإننا سوف نذكر حصار بغداد وسقوط حلب في تاريخ من ضمن تاريخ مصر، لأن هجمات المغول على الخلافة العباسية الإسلامية وسقوط بغداد ومن بعدها مدن الشام كان له أبلغ الأثر في تاريخ مصر. فبغداد كانت في ذلك الوقت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف، وإثر سقوطها في يد الأعداء بالنسبة لبقية الولايات الإسلامية يماثل سقوط القاهرة اليوم بالنسبة لمصر كلها. كان في حصار بغداد كانت بداية سقوط الخلافة العباسية على يد زعيم المغول جنكيز خان، الذي هاجم الأقاليم المسلمة في بلاد خوارزم، واستطاع عام 1219 ميلاديا احتلال بخارى وسمرقند وبلكاه وحولها إلى خرائب. ولكن موت جنكيز خان عام 1241 ميلاديا أعطى للخلافة العباسية فرصة للاستعداد، وهي فرصة لم يستغلها الخليفة العباسي، ولكن ما لبث أن استأنف حفيده هولاكو وضرباته للخلافة العباسية. استأنف حفيده هولاكو ضرباته للخلافة العباسية، واتجه هذه المرة نحو القلب مباشرة. ففي عام 1256 ميلاديا أرسل هولاكو إلى الخليفة المستعصم إنذارا طالبا فيه تسليم بغداد وهدم كل دفاعاته ثمنا لحياته. حاول الخليفة أن يراوغ في الرد على هولاكو، ولكن هولاكو رد عليه بإحصار بغداد في يناير 1258 ميلاديا، وصوب قاذفاته نحو حائط المدينة. فعرف الخليفة أن الخلافة ذاهبة لا محالة، فأرسل وزيره ليتفاوض مع هولاكو على شروط تسليم المدينة. ولكن وزيره كان علويا ناقما على الخليفة العباسي، فانقلب خائنا لسيده، وساعد المغول في دخول حي الكارغ في بغداد. حاول المستعصم أن يخوف هولاكو من أن الله سوف يعاقب العالم إذا قتل الخليفة، وأن الشمس ستكف عن إرسال ضوئها، ولن يسقط المطر، وسوف تتوقف الحياة. ولكن هولاكو لم يعر هذا الكلام اهتماما، واستغل خيانة وزير خليفة العباسي له، وأرسل للخليفة رسالة يتعهد فيها أنه إذا جاء الخليفة مع كل حاشيته وسلم نفسه بنفسه فسوف يعفو عنه هولاكو. وقع الخليفة المستعصم في هذه الخدعة، وجاء بكل عائلته وحاشيته إلى خيمة هولاكو، وعندما تجمعوا انقض عليهم المغول وذبحوهم جميعا، وقتلوا كل من كان حيا من العباسيين حتى لا تقوم للخلافة قائمة بعدها. ولأول مرة منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تنقطع الخلافة الإسلامية وتصير الأمة الإسلامية بلا خليفة. وفي فبراير من العام نفسه اقتحم المغول بغداد وعاثوا في الأرض فسادا، فذبحوا أكثر من 1,000,000 شخص من الشعب، بما في ذلك النساء والأطفال في مذابح استمرت 40 يوما. وكانت الرائحة كريهة من الجثث المتحللة لا تطاق، حتى أن هولاكو اضطر لسحب جيشه خارج المدينة مؤقتا. وأشعل المغول الحرائق في المكتبات والمدارس، وألقوا بالكتب في النار حتى صنعت جسرا عبر عليه المغول بخيولهم، واندثر جزءا كبيرا من تراث الحضارة الإسلامية في الآداب والفنون والعلوم. ثانيا، سقوط حلب. سقطت حلب في يد المغول في يناير عام 1260 ميلاديا، وقتل من أهلها 50,000، وأسر الباقي، وبعدها سقطت دمشق بدون مقاومة، وصار الطريق مفتوحا للمغول نحو مصر. ثالثا، وفاة سعيد باشا. توفى سعيد باشا وهو رابع حكام أسرة محمد علي، حكم مصر من سنة 1854 ميلاديا إلى 1863 ميلاديا،
وتوفى وهو في 40 من عمره من مرض الناصور، ودفن بالإسكندرية في 18 يناير 1863 ميلادية. اشتهر سعيد باشا بأنه هو الذي أعطى امتياز حفر قناة السويس لديليسيبس، وهو أول من بدأ سياسة الاستدانة في عهده، حتى وصلت الديون عند وفاته إلى 11 مليون و160 ألف جنيه. كما اشتهر بعنايته للجيش، حيث عمل على إجبارية التجنيد للجميع، كما اهتم بالأسطول، حتى أن إنجلترا أوعزت إلى السلطان لمنع سعيد من تجديد الأسطول. رابعا، تحويل الأهرام إلى جريدة يومية. في 3 يناير 1881 ميلاديا تحولت الأهرام إلى جريدة يومية، وكان الخديوي إسماعيل هو الذي وافق على التماس تقدم به سليم تكلا السوري لإنشاء مطبعة الأهرام في 27 ديسمبر 1875 ميلاديا. وفي 5 أغسطس 1876 ميلاديا صدر العدد الأول من جريدة الأهرام الأسبوعية من 4 صفحات، وبعدها بأقل من 5 سنوات تحولت الأهرام إلى جريدة يومية. خامسا، تولية عباس حلمي عرش مصر. وفي 8 يناير 1892 ميلاديا تولى عباس حلمي عرش مصر خلفا للخديوي محمد توفيق. حكم عباس حلمي مصر 22 عاما، من 1892 ميلاديا إلى 1914 ميلاديا، حتى خلعه الإنجليز عن العرش وهو في الأسيتانة، وأعلنوا الحماية على مصر استعدادا للحرب العالمية الأولى. وللحديث بقية بإذن الله. شكرا.